السلام عليكم خوتي وخواتاتي. قصتنا اليوم كتحدث على الثقة وعلى اللي كتجيبو وتدخلو لدارك بلا ما تعرفو وفي الاخر كيصدق غدار. خليكم معايا نعاود لكم تفاصيل الحكاية كما لو انكم كنتو حاضرين مع ابطالها. وقبل نطلب منكم ديروا اشتراك وجيم وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير زوين بحالكم. معكم حياة، أستاذة تعليم ابتدائي. العمر ديالي 30 سنة. أنا والزوج ديالي كنخدمو نفس الخدمة ولكن ماشي في نفس المدرسة. تعرفنا عن طريق اجتماع، بغينا بعضنا، كان حب نقي. هو بغاني وأنا عشقته. أحسن حاجة في حياتي وحياته أننا تلاقينا وبغينا بعضنا. العام الأول ديال الزواج كنا كنجيو من الخدمة بخير، كنا كنتسناو امتى يتسالى الوقت ديال الخدمة ونتلاقاو. كان يدي بيدو في كل شيء، كنا كنتعاونوا في اي حاجه، نخرجوا بجوج، نتقداو بجوج، كنجمعوا دارنا بجوج، اي حاجه كنا كنديروها مجموعين. وهذا الشيء كنا كنديروه عن حب. وهو ما كانش كيبغي يشوفني عيانه وانا نفس الشيء. كما قلت لكم عامنا الاول في الاخير ديالو رزقنا ربي بنوته. وما يخفاكم حال المراه الخدامه غيجي واحد الوقت وتخلي المولود ديالها وتمشي لخدمتها. سال الكونجي ديالي، اتفقت انا وراجلي نشوفوا شي سيده تجلس لينا مع البنيه وتعاونني في شغل الدار بحكم الام ديالي بعيده عليا. ملي كنت ولدت كان جات قابلتني، ولكن ملي بريت ونط على رجليا مشات لدارها. وراكم عارفين التعليم ديما التعيين ماشي في نفس مدينتك. فعلا كان راجلي كيعاونني، ولكن دابا تزادت البنيه ما يمكنش نخليوها بوحدها في الدار. هنا حياتي غتقلب وغتخربق. قررت نقلب على شي سيده تعاونني، وبالخصوص انها تقابل لي البنت ملي ما نكونش. اما شغل الدار ما كانش فيها مشكل، انا قاده بداري. كنت كنفضل تكون مازال صغيره باش تكون عندها الخاطر لبنتي. راكم عارفين الا جبت مرا كبيره غيكون البز طالع عليها في صحتها وتكون عيات بالتربيه ديال الوليدات. بقيت كنسول هنا ولهيه، يعني كنسول الناس اللي كنعرف، وراجلي من جهته كيسول حتى هو معارفو على شي وحده معقوله وتكون، يعني نكونوا مطمئنين ليها ونكونوا مطمئنين للبنت معاها. كنا اللي سولناه كيجاوبنا بالميم باش يرتاح. كما كيقولوا سبق الميم ترتاح. الناس خايفه تحمل المسؤوليه. هنا درت واحد المنشور في الفيسبوك بانني كنقلب على سيده وهالمواصفات ديالها، وانا شنو محتاجه منها وهشنو يعني عطى جميع التفاصيل. اتصلوا بيا بزاف ديال السيدات وانا فضلت وحده منهم. كان في عمرها 25 عام، بنت بعقلها، ماشي برهوشه وماشي كبيره. المهم هضرت معاها وطلبت منها تهتم ليا بالبنت فقط. اما شغل الدار انا قاده بها، يعني بنتي وماكلتها حويجاتها اي حاجه متعلقه بها وخاصه بها هي اللي تهتم بها. عيطت ليها، تفاهمنا على الثمن وكل شيء، وانا زدتها فوق اللي طلبات غير باش تهلا ليا في البنيه. كنا اتفقنا على النهار اللي تجي لعندي باش نتعارفوا. جات عندي واحد الحد اللي انا جالسه. المهم اللي جات قلت الله باينه فيها بنت الناس درويشه وبغات تخدم على راسها، يعني بينات ليا الوجه الزوين. وريتها كل شيء، بيتها، وريتها الكوزينه، وقلت لها اللي بغاتها تاخدها، وكان طلبي الوحيد هو بنتي تهلا فيها باش تكون مرتاحه ونقدر نعطي حتى انا في خدمتي ونكون حتى انا مرتاحه، ما نبقاش معلقه من جهه بنتي. وهي قالت لي بلي ديجا كانت مربيه في شي مدرسه كتقابل الوليدات.
قلت صافي هذه هي اللي تليق ليا وغنكون مرتاحة. السيدة عندها تجربة مع الوليدات، ولكن للأسف كنت مغشوشة فيها. ملي جات تهليت فيها وتسخرت عليها وقلت ليها انا كاينه دابا غير ارتاحي، كولي وسيري لبيتك ارتاحي. وشديت ليها الخاطر بزاف وقلت لها اي حاجه تضرك مني راه ما كايناش وما عمرك تشوفيها، وغايه يعجبك الحال عندي. المهم هو بنتي ديريها في عينيك. خليتها ومشيت عند راجلي وعاودت ليه عليها. راجلي فرح وعجبو الحال اننا اخيرا غنتهناو على البنيه. تعرف عليها ورحب بها وقال لها حسبي انك كاينه في دارك ومع خوتك. المهم بنتنا امانه عندك، يعني درنا معاها الصواب وكتر باش غير تهلا في البنت. لا غد ليه مشيت لخدمتي في امان الله. جينا لقينا البنت على احسن ما يرام. كنت طايره بالفرحه. دازوا الايام والاسابيع، الشهر الاول الشهر الثاني كل شيء هو هذاك. شويه بديت كنحس بالبنت كتبدل، ما بقاتش هي الدرويشه والظريفه، ولات كتجاوب معايا كلمه بكلمه. السيده ولات كدور بحالتها، الشعورات مطلوقين والمكياج، البيجامات القصار واللاصقين. ما نكذبش عليكم، بديت كيدخلني الشك. كنقول هادي مالها، اش واقع؟ وليت البنت اللي جبتها على قبلها كنلقاها موسخه وطايبه جيعانه، يعني هملاتها وتهلات في راسها. ولات كتدخل ليا لبيتي تهز ليا حوايجي وتلبسهم. روايحي اش غنقول لكم خواتهم تصرات لدرجه حتى حوايجي الداخليه يعني الملابس الداخليه ديالي لقيتها هزاهم. كنلقاها ناعسه ليا في فراشي. السيده شرات التليفون ولات مقابله غير التصاور والجروبات. اش غنقول لكم السيده شمات ريحه بيطانها كيف ما كنقولوا، اولا بمعنى اصح جاتها مراهقه متاخره. كل مره كنجي من الخدمه كتقول لي غنخرج غنمشي للكوافوره، ضفاري خسرو، شعري نمشي نقطع نمشي نصبغ. انا وما كنتش كندير هاد الشيء. وليت كنحشم ملي كنقارن راسي معاها. اش غنقول لكم السيده ما بقاتش مدياها في خدمتها، ولات مشغوله غير براسها. وهاد الشيء ما نكذبش عليكم مرضني، ولكن كنت كنصبر راسي. كنقول البنت صغيره وبغات تفرح براسها. دارت الايام. واحد النهار جيت انا وراجلي من الخدمه، مع حلات الباب كنسمع البنت كتغوت. والسيده داخله لبيتي ديالي كتماكي ولابسه واحد اللباس غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. تجي لاصق وتيشيرت قافز ولاصق لدرجه البوط ديالها كيبان. ما نكذبش عليكم، هنا الصدمه. بقيت كنشوف في راجلي وكيشوف فينا، والضحكه الكبيره بدات كتبحلت ليا على الراجل. سيدي محمد دخل، ياك ما خاصك شي حاجه. وانا كنقول مع راسي هذه مالها. هنا ضربات ليا في راسي قاو. هذه عينيها كبرات وحتى كرشها وباينه باغا تغوفل ليا على الراجل. من بعد ما كانت مساعده بغات تولي هي موراة الدار. راجلي تعصب بزاف، دخل لبيتو عيط ليا وقال لي هذه دابا تجمع شراوطها وتخرج من داري. اش هاد التصرفات وهاد الفعايل ديال بنات الزنقه؟ انتي جبتيها انتي خرجيها. في الحقيقه ما عرفتش باش نجاوبو. مشيت عندها كنهضر معاها، قلت لها مالكي تبدلتي؟ سمعوا مزيان اش غتقول ليا. قلت لي انتي مغياره وكتغيري مني حيت انا احسن منك. سيده ضصرات بزاف. واش هذا جزائي اللي خليت وحده غريبه تدخل ليا لداري وعطيتها جميع الصلاحيات حتى ولات باغا تشتت ليا شملي؟ هذه قصه للعبره. عمركم تثيقوا في اللي كان، راه بنادم بطبعه غدار ونكار الخير. اصدقائي وصديقاتي،
كانت هذه هي القصة ديال اليوم. نتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله، وكنشكركم على حسن الإصغاء ديالكم، وغنقول لكم خليتكم على خير، ودمتم في رعاية الله وحفظه.